ما هو انا مش قادر الصراحه، يعني انا مش قادر ما اتكلمش في هذا الموضوع. انا عارف ان هو بعيدا عن التكنولوجيا والحاجات الجميله، ولكن الموضوع استفزني يعني من امبارح بالليل وانا مستفز الصراحه، ومحتاج ان انا افضفض، محتاج اكلم حد. دلوقتي احنا بيحصل حرب في اوكرانيا والدنيا ايه، ويطلع علينا ناس في كل حته في الفيسبوك وبتاع، واستثمر ازاي، وخلي بالك الدهب بيحصل فيه ايه، والدولار زاد 20% والدهب زاد 15%، وفلوسك تحطها في عقارات ولا ايه. وفكره الاستثمار عموما هي فكره كويسه. يعني انا واحد يعني ما بدور طبعا، ما بستثمرش وبصرف كل فلوسي على الحاجات التافهه، ولكن بخش اشوف الناس اللي بتستثمر بيحصل فيها ايه. فكره الاستثمار ان حضرتك في الاخر تحب دايما ان قيمه فلوسك ما تقلش، وينفع تزيد، لو ينفع تزيد يعني يا ريت تزيد. فالناس بتحط في البنوك والكلام ده وفوائد وحاجات كده، فيعني الناس بتسعى في الحته دي. فالجانب الاخر او على الجانب الاخر من القاره في حاجه كده غريبه جدا، يعني يمكن ما حدش واخد باله منها. هو حد واخد باله يا جماعه الكلوريتس بيحصل فيه ايه؟ انا اسف يعني، حد واخد باله من البتاع دي؟ ايه ده؟ ده البان. يعني اللبان، وكان زمان احنا بنقول هات لنا بالباقي البان، فكان يديك واحده بربع ولا حاجه، وكانت دي بتوع من بتوع الاغنياء، يعني من بتوع الايه، مش اللي هي تشيكلتس، لا دي كلوريتس كانت بربع. فحضرتك كنت بتاخد الكلوريتس دي بالباقي وتمشي. جينا فتره كده وقال لك ايه، اصل حصل تعويم وما حصلش تعويم، وحصل مش عارف ايه وحركات كده، والكلوريتس بقت بنص. من ربع النص، انا بس عايز افهمكم الحته دي، من ربع النص معناها ان الكلوريتس زادت 100%. يعني هل النعناع زاد 100% والحركات ما فيش كده؟ طب تعويم، هو الراجل راح مزود 100%. يعني الحاجه لما كانت، او لما العلبه سي مثلا كانت ب 40 جنيه، بقت ب 80 جنيه، وهي يعني منتج ما حصلش فيه حاجه. بس مفيش مشكله، احنا كلنا قلنا خلاص وخلينا ندعم كلوريتس، لان هي حاجه كويسه، والواحد بيبقى ايه رايح ميتنج ولا حاجه ياخد كلوريتسايه كده وعلى الرايق يعني معاه في العربيه والكلام ده كله. اول امبارح ولا امبارح نزلت للبقال، فالمهم بقول له انا عايز بالباقي البان. كان فاضل جنيه تقريبا، فخدت 2 كلوريتس كده وحطيتهم في الشنطه. فلقيت قال لي يا استاذ محمد والله الكلوريتس بقت بجنيه. قلت له كلوريتس مين؟ كلوريتس بتاعتنا دي بقت بجنيه؟ قال لي اه، عشان هي الفترة الأخيرة بس ايه الأسعار زادت شوية والدنيا زادت شوية. اه زادت شوية، دي زادت 100%. يعني ماذا بينها وبين الله حتى انها تبقى من ربع جنيه لجنيه في أقل من سنة؟ يعني ايه الفكرة ان هي زادت من 50 قرش لجنيه؟ نص جنيه في الكلوريتس نفسها. انا كنت فاكر الراجل ده يعني بيضحك عليا او كده. أنا دخلت دورت على امازون نفسها، لقيت ان فعلا الحاجه الدبل، والبتاع الكبيره برضو اللي هي الكلوريتس الكبيره الدبل. فهل مثلا الناس المفروض ان هي تتوجه للاستثمار في اللبان؟ يعني هل انا المفروض ابيع املاكي كلها واستثمر في اللبان اللي بيكسب 200% في اقل من سنه ده؟ يعني البتاع دي خلاص بقت كنز. يعني فكره ان تاني اهو هات لنا بالباقي البان يا جماعه اتلغت. يعني الفكره دي اتلغت خلاص، ما بقاش بالباقي البان، انت بتروح تشتري اللبان برقم. وهل بقى الناس اللي شغاله في كلوريتس مرتباتهم زادت 100% والدنيا زادت 100%؟ يعني هل الموضوع كله بقى 100% كده؟ ومين صاحب هذا القرار الجريء اللي يخلي الحاجه تزيد 100%؟ انا الموضوع ده مستفزني الصراحه. ويعني الواحد نستثمر في اللبان، يعني هو ده المستقبل. يطلع لنا بقى الناس بتاعت الفيسبوك ويقولوا لنا ان الاستثمار في اللبان بيكسب 200% في ظرف اكتر او اقل من سنه. يعني انا عايز اقول لكم كمان ان انا دورت على تاريخ الصلاحيه بتاعتها. تاريخ الصلاحيه تقريبا سنتين، يعني صح، يعني تقريبا كان سنتين. ففي السنتين ده حضرتك ممكن يعني اللي كان شاري في 2000 في 2020 اللبان من ده بربع، اوكي، النهارده مليونير. يعني لو كان شاري مثلا بمليون جنيه البان، فالنهارده معاه 4 مليون جنيه. والله والله العظيم حاجه يعني هم يضحك وهم يبكي يعني. فا جماعه الكلوريتس بقت بجنيه. الموضوع ممكن قد يبدو تافه، ولكن هو غريب. يعني غريب لو انت يعني مش عارف ايه تاني الحاجات اللي اتدبلت كده او اتضربت في اتنين. ولكن اللي انا عايز اقول لكم ان الذهب والدولار مش كده، يعني ما حصلش فيهم التغيرات اللي حصلت في الكلوريتس دي. فالموضوع يعني مريب الصراحه.